وسهلا بيكم وحلقه جديده وسلسله العشرة الطيبه وسلسله جديده هنتكلم فيها عن مواضيع مختلفه من 1 ل 10. لو لسه مش متابعنا فانت فايتك كتير بمحتوى مختلف، محتوى جديد على اليوتيوب وعلى التيك توك، فانزل دلوقتي اعمل سبسكرايب عشان تكون من عيلتنا. احنا دلوقتي وصلنا ل 1000 سبسكرايب قبل ما نوصل ل 10000 وال 100000، ويلا بينا خلينا نبدا اولى حلقاتنا في سلسله العشرة الطيبه من 1 ل 10 لافضل لعيبه لبست الرقم 1 اثروا فينا وحبيناهم في خلال فتره تشجيعنا للكوره. خلونا نبدا في المركز العاشر وعصام الحضري. يعني منطقي فكره ان انت بتشوف حارس لفريقك او لمنتخب بلدك وهو قادر دايما ان هو يرجح كفه فريقك. وخليني اتكلم بحياديه بعيدا عن كوني اهلاوي والفتره اللي راح فيها عصام الحضري لسيون والزمالك والاسماعيلي، فلا يعني انت بتتكلم عن اسطوره في حراسه المرمى، مستوى ثابت لمده كبيره. ما تقدرش تفتكر لقطه لعصام الحضري في ماتش صغير او كبير غلط فيها بشكل ساذج وطلعك من بطوله مهمه. فالثبات على المستوى ده دايما بيكون افضليه لحراس المرمى، ده غير الافضليه اللي كان دايما بيديها لنا قدام منتخبات كبيره واسامي كبيره ومهاجمين كبار زي افريقيا 2006 وماتش كوت ديفوار لما عصام الحضري شال ضربه الجزاء من دروجبا، وكان في ساعتها لقطه مشهوره لدروجبا وهو بيعض شبكه كانه بيقول اعمل ايه اكتر من كده، او ايتو مع الكاميرون. وحتى في كاس القارات في 2009 المنتخب كان كله بيقدم مستويات عظيمه طول البطوله، ولكن في ماتش ايطاليا انت كنت تقدر ان انت تقول ان عصام الحضري بيلاعب ايطاليا لوحده. لقطات كتير عصام الحضري كان بيقدر ان هو يبدع فيها وينقذ اهداف من على خط المرمى، ان كانت شوطات من بره المنطقه او انفرادات من جوه ال 18. احساس بالفخر كبير جدا لما بتشوف بوفون وهو رايح يسلم على عصام الحضري بعد ماتش ايطاليا. اكبر حارس بيصد ضربه جزاء في كاس العالم، ريكورد كبير جدا لحارس اسطوره في تاريخ منتخب مصر، ده غير طبعا تشامبيونز ليج الافريقي افريقيا، فبطولات كبيره جدا تقدر ان هي تضمن لعصام الحضري المركز العاشر معانا في قائمتنا النهارده. في المركز التاسع بيجي يان اوبلاك. بالنسبه لي امكانيات جباره، اللاعب اتظلم كتير جدا في كاريره من وجهه نظري. انت بتتكلم ان يان اوبلاك عنده 30 سنه، فمع احترامي لاتلتيكو مدريد هي منظومه ما تقدرش ان هي تبروز مجهود حد او تحط عليه سبوت. اوبلاك سلوفانيا ما يقدرش ان هو يحارب لوحده، بس انت عارف ان اوبلاك لو في يومه هيقدر ان هو ياخد عليك اللقطه ويبقى نجم الماتش على حساب المهاجمين بتوعه، ان كنت بقى ريال مدريد او برشلونه او اي فرقه في اوروبا. زامورا 15 16 17 18 وافضل حارس في اسبانيا في نفس السنين تقريبا، فهو اكيد واحد من افضل اللاعبين اللي لبسوا رقم 1 اللي انا هفتكرهم في حياتي. نيجي في المركز الثامن واللي اكيد هيبقى فيه بيتر تشيك. عقدنا ياما الراجل ده، كان نفسي دايما اشوف بيتر تشيك وهو بره مستواه لحد فين في نهايه مسيرته لما شفت له ماتشات وحشه مع ارسنال، بس الحمد لله ان ساعتها كان بيلبس رقم 33، فهو النهارده معانا في القائمه. بيتر تشيك مثلا من 2000 لحد 2013 هو حارس قادر ان هو يصنع الفارق مع فرقته، قادر ان هو يشيل كور صعبه وخطيره وما تتصدقش. يعني عمر ما حد فينا هيقدر ان هو ينسى ضربه الجزاء اللي شالها بيتر تشيك من روبن في نهائي الشامبيونز ليج سنه 2012. كواليتي لاعب قادر فعلا ان هو يحطك في الماتش ويرجح كفتك حتى لو مش انت المرشح للبطوله وتكسب البطوله من خلاله. ومن اللي تشيك لالمانيا واللي طلت علينا بحراس كتير منهم تراوتمان وشوماخر، بس طبعا دول احنا ما شفناهمش واكيد احنا مش محظوظين بده، واكيد كمان انا مش محظوظ ان انا ما شفتش اوليفر كان وهو في التوب فورم بتاعه. بس طبعا يكفي اسمه وتاريخه واخر فتراته مع المانيا وميونخ عشان يكون معانا في المركز السابع. اوليفر كان تاريخ كبير للحارس الالماني ب8 دوري و6 كاس ودوري ابطال. ناس كتير اصلا بتشوف ان اوليفر كان هو احسن حارس عصرته، بس طبعا زي ما قلت ان هو كان تاثيره قليل بالنسبه لي، بس مجرد ما بتفتكر حتى اواخر مسيرته وجبروته في الملعب ومسكته في الكوره لما كان بيحضنها، فانت لازم تقول ان اوليفر كان يتحط معانا في القائمه النهارده. جينا بقى لحبيبي، انا بحب كورتوا قوي عموما. اصل انت في حراس ممكن تتاثر بمستوى الفريق ككل لو وحش، بس كورتوا دايما بيعمل العكس. وهنا مش كلامي على فترته مع ريال مدريد، لا، فالراجل من ايام اتلتيكو مدريد وهو بيعمل نفس الحاجه، بيقدم مستويات جباره، ويمكن بس هو مسيرته مع المنتخب مش احسن حاجه، عشان كده هو بيجي معانا في المركز السادس. عكس حراس قدام هنقولهم وهم عندهم الحتتين النادي والمنتخب. كورتوا كان اقرب للتشامبيونز ليج سنه 2014 لحد ما جت رأسية راموس، وده بعد ما عمل ماتش فاينل عظيم جدا، بس هو مش مكتوبه له غير ان هو ياخدها مع ريال مدريد عشان يكون قدر ان هو يكسب كل البطولات المحليه والاوروبيه مع الريال في اسبانيا من اراضي الصنبا وفي المركز الخامس، وبيطل علينا الحارس البرازيلي ديدا. انا كان بالنسبه لي في فتره ما سنه 2002 وسنه 2003 ديدا كان يعتبر احسن حارس في العالم، الطول بتاعه ومع رشاقته، وكان وقتها صعب ان انت تلاقي حارس اصلا بيلعب برجله كويس، بس طبعا يمكن دي كانت عنده عشان هو اصلا برازيلي، من الحراس اللي فعلا ميلان استفادت منه جدا، وكان مميز جدا في ضربات الجزاء اللي كان بيستغل فيها طوله مع سرعه رد فعله. مع البرازيلي يمكن ما كانش الحارس الاساسي في مونديال 2002، ولكن طبعا اتحسبت له البطوله، ويكفي ان هو ثالث اكتر حارس شارك في الماتشات الدوليه مع البرازيل برصيد 91 ماتش، عشان يجي بعدها بموسم وفي 2003 ويكسب التشامبيونز ليج مع ميلان، فكان حاجه اسطوريه الصراحه ويستحق مركزه الخامس معانا في قائمه النهارده. فاندر سار، معرفش في كتير هيتفق معايا ولا لا، بس انا كنت بحس ان فاندر سار هي الحاجه اللي كانت ناقصه السير اليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، فمن بعد بيتر شمايكل ولما فضل فاندر سار ان هو يروح يوفنتوس على ان هو يجي لمانشستر يونايتد، وبعد كده لما نور الاولد ترافورد قدر انه لا يبين انه فارق فعلا معانا وفارق مع التيم. ضربه الجزاء اللي قدر ان هو يصدها قدام السيتي في موسم
موسم 2007، وبعد ما فزنا 1-0 قدرنا ان احنا نحقق لقب بطوله الدوري. واكيد مش هقدر انسى 2008 ولما صد ضربه الجزاء في نهائي الشامبيونز ليج من انيلكا، واللي يمكن دي كانت من اسعد لقطاتي الكرويه، وخصوصا ان فاندر سار كان في اول الموسم كان بيعاني من اصابه، وهو اختار ان هو يلعب في لقطه بطوليه عشان يكون فعلا بيلعب برجل واحده لفترات كبيره في الموسم، عشان يقدر الهولندي انه يامن بطوله الدوري والابطال لصالح مانشستر يونايتد. دخلنا في اول 3. ايكار كاسياس ثالث. حد مصدق الكوره اللي شالها كاسياس من روبن في نهائي كاس العالم 2010 اسبانيا، 2 يورو 2008 و2012، كاس عالم 2010، تشامبيونز ليج. تاريخ كبير جدا لحارس اتظلم في نهايه مسيرته، وانه ما طلعش او اعتزل في ريال مدريد بالشكل اللي يليق بيه، وانه ينهي مسيرته في بورتو، بس برضه من الحراس اللي انت مستحيل تنساهم وهتفضل تحكي عنهم طول حياتك. وفي المركز الثاني معانا جيان لويجي بوفون. لو اتكلمنا عن بوفون للسنه الجايه فمش هيكفي، تصديات من اي حته بجد، بس الاكتر بقى الانفرادات اللي كان فعلا بوفون متميز فيها، قادر في مساحه ضيقه انه يتوقع المهاجم هيعمل ايه ويروح عشان يصد بكل اريحيه. موسم 2006 مع ايطاليا وكاس العالم بالنسبه لبوفون كان موسم خيالي، في لقطه كان بيحطك انك يا تقوم تسقف له يا تقوم تسقف له، واللي كان ناقص بوفون عشان يختم الكوره كحارس مرمى هي بطوله التشامبيونز ليج. وفي 2015 لو سالت اي برشلوني لو يوفنتوس كسبت ايه الحاجه اللي هتشفع، هيرد وهيقول لك ان بوفون ياخد الابطال، وكذلك في 2017 مع جماهير ريال مدريد، ولكن التشامبيونز ليج هي اللي خسرت بوفون ومش العكس. واخيرا احسن واحد لبس رقم 1 واللي اكيد هنتكلم فيه عن الاسطوره الالمانيه الحيه مانويل نوير. رد فعل مش طبيعي، جمبات وكور مستحيله بيقدر ان هو يشيلها، ده طبعا ناهيك عن الكور اللي كان بيشيلها من على خط المرمى. طريقته مميزه في التصديات واللي كتير بيشبهها بحراس كره اليد. قدرته بقى على اللعب برجله واللي بكل اريحيه اقدر اقول لك انه احسن حارس شفته بيلعب برجله في حياتي. ضربات الجزاء ولقطات حاسمه كتير، ده غير البطولات كاس العالم والتشامبيونز ليج، وحبه بقى دوري الماني على كؤوس اللي اي حد بيعدي على بايرن ميونخ بياخدهم دول، عشان يكون بشكل مستحق هو احسن واحد لبس رقم 1. انتوا كمان عايز اعرف رايكم وترتيبكم لاحسن لعيبه لبست الرقم 1 شفتوها، اكتبوا لنا في الكومنتات وشير ولايك بقى والحاجات دي، واشوفكم في حلقات جايه والسلام.